كرامة صارت ان تلميذ طلبة يدرس في ألمانيا في الجامعة الألمانية، صديقه ألماني، صديقه هذا الألماني صديق هذا المشهدي الإيراني الألماني زوجته فيها سرطان بالدم، الله يجيرنا ويجيركم، مرض السرطان بالدم، وتدري هذا من الأمراض الخطيرة، يعني الخطيرة. مولاي صديقه أراد يسافر الإيراني المشهدي من أهل خراسان، قال له أنا بروح خراسان بس أنا أدليك، أنت ما خليت فلوس وديت زوجتك إلى أمريكا وإلى ما أدري وين، مستشفيات عالمية قالوا لها ما إلها علاج. قال له أنا تعال وياي تروح تقول مرضها حق واحد عندنا. قال له منو؟ قال له عندنا في مشهد، هذا يعتبر عندنا احنا من أمهر الأطباء في العالم. اجا وياه قال له يلا انا ما خليت مكان ما رحت وديت زوجتي، اجيب زوجتي؟ قال له ما تقدر تجيبها. قال له اي ما اقدر، ما يخلونها بعد تطلع، هاي يصير على مسؤوليتي اخاف تموت بالطريق. هي من المانيا الى ايران. باول يوم خذاه هذا صاحب المشهدي ودى هذا الالماني، قال له تعال توضا انت مثلي. توضا هذا، قال له شلون؟ قال له شويه، الحين هو مسيحي بس قال خليه يطهر شويه. يقول خليته يتوضا وطلعت وياه. يقول لما شاف الحرم قال هاي العياده مالت هذا الدكتور اللي تقول لي عنه؟ قلت له قال والله عياده كبيره عنده هذا. يقول وقفته بالصحن قلت له اقرا ادعو. قال شو اقول؟ قلت له قول له اشفي زوجتي اللي بالمانيا. قال هو يسمع؟ قال اي شوف كاميرات اكو. قال ها حاط تنصت اجهزه؟ قال له اي حاط اجهزه، وما يدري بعد امام بدون اجهزه. قال له يسمعني بين هالناس هالملايين قال له يسمعك ما عليك، انت بس قول له واطلب عدل، ترى هو يحب الا واحد يطلب من قلب. يقول هذا صار يتوسل، المسيحي قلبه شوي ارق. نزلت دمعته وقع يخاطبه. يقول سمعته يقول له انت طبيب وقالوا لي عنك وانا زوجتي وديتها كل مكان بالعالم وما عندي غيرها، اريد تشفى وتشافيها، شنو تعلمني؟ اي دواء اعطيها؟ يقولوا احنا قاعد نمشي رن تليفونه، شال التليفون اخو مرته بالمانيا. يقول له انت وين؟ ارجع. قال له انا بايران. قال له خذ طياره وارجع. قال له شنو ماتت زوجتي؟ قال له وين ماتت؟ احتيت. قال له قامت قعدت شالت الوايرات كلها من جسمها والاجهزه، الاطباء كلهم اجوا، قالت انا ما فيني شيء وجوعانه يبولي اكل. انا يالي دخل علي رجل اسمه علي بن موسى الرضا ومسح علي والآن أنا معافية مشافية. اللهم صل على محمد. مولاي تشافت وزوجها تشيع وأسلم وتشيع وهي مسلمة تشيعت وإجوا زيارة لمولاي الرضا سلام الله عليه.